طيب احنا النهاردة معانا مسلسلين، مسلسل عبارة عن ألعاب اللي بيخسر فيها بيموت، ومسلسل تاني 90% من وقته بيدور في مطبخ. فيا ترى مين فيهم موتر أكتر؟ اللي بيدور في مطبخ طبعا. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة وكلام في الأفلام، والنهاردة هنتكلم عن مسلسلين، مسلسل زبير الجزء الرابع ومسلسل سكويد جيم الجزء الثالث. فيا ترى هيحصل ايه؟ طيب نبدأ بمسلسل زبير لان انا من اكبر مطبلاتية مسلسل زبير، يلا بينا. مبدئيا مسلسل زبير بيتراوح ما بين ان هو من احسن المسلسلات اللي شفتها في حياتك لاحسن مسلسل انت شفته في حياتك. المسلسل موتر، المسلسل فيه مشاعر رهيبة، المسلسل مكتوب كتابة حلوة قوي، الشخصيات عظيمة، المسلسل فيه كل حاجة مثيرة للاهتمام. فايه اللي حصل في الجزء الرابع؟ طيب الجزء الثالث كان عبارة عن محاولة هروب من كارمي من كل مشاكله، وهو بيحاول على قد ما يقدر يهرب من مشاكله وما يواجههاش وما يحاولش يحلها. في الجزء الرابع ده بيتغير، في الجزء الرابع أولوية كارمي الأولى إن هو يواجه مشاكله ويحلها واحدة ورا واحدة ورا واحدة، وده الحقيقة مشوق جدا ولكن مرعب لأقصى حد. ليه؟ لأن المسلسل ده موتر لأعلى درجة ممكن تشوفها في حياتك. المسلسل ده مفهوش شخصية وحيدة سوية. المسلسل ده انت ما تقدرش تشاور على شخص وتقول ده سوي في المسلسل ده. فكل الاحتكاكات ما بين كارمي اللي هو اساس الصخب واساس الجنان في المسلسل ده لحد دلوقتي، بكل شخصية عشان يحاول يحل المشاكل اللي حصلت، بيقلب بصراع ما بين الشخصيتين ودببة بتلوش في بعض حرفيا. احنا عارفين ان عائلة برزاتو عائلة مجنونة بكل المقاييس، ما فيهاش حد عاقل، ومع ذلك كل اللي بيحتكوا بيهم ما تقدرش تقول عليهم عاقلين. فده رغم ان هو موتر الا ان هو ممتع لاقصى حد. انت ما بتقدرش تتوقع اي حاجه بتحصل في نقاش ما بين اتنين من العيله دي. انت ما بتقدرش تتوقع النقاش بدا بخناقه هينتهي بايه. ممكن يبدا بخناقه ينتهي باتنين بيحبوا بعض، يبدا باتنين بيحبوا بعض ينتهي باتنين بيسبوا بعض. المسلسل مفاجئ ومرعب. نيجي لحته مرعب عشان عدتها كتير. فليه مسلسل زبير ممكن يكون مرعب؟ الحقيقة مسلسل زبير بالنسبة لي على الأقل مرعب، لأن هو بيتكلم عن الشغف والحاجات اللي أنت بتحبها وكل الكلام ده، بس بطريقة فريدة شوية من منظور أبطالنا اللي كلهم مرضى نفسيين بشكل أو بآخر. ففي الجزء ده تحديدا اتزرع في البطل الأساسي فكرة الشك في الحاجات اللي هو بيحبها والشك في موهبته. هو دلوقتي مبقاش عارف هو بيحب الحاجة اللي هو بيعملها ولا لأ، والحاجة دي هو شاطر فيها جدا. فالموضوع بالنسبة لي كان مخيف. وعلى صعيد اخر انت شايف كارمي بيحاول يصلح من نفسه وبيحاول يخلي كل حاجة احسن وبيحاول يواجه مشاكله وكل الكلام ده، وهو بيقرر كل الكلام ده، بيقرر ان هو يشك في موهبته ويشك في نفسه، فبيدمر نفسه بشكل او باخر وهو بيحاول يصلح الاخطاء اللي هو عملها. فالموضوع مرعب جدا. انا مش عارف اشرح الكلام ده لحد ما شافش المسلسل، بس لحد شاف المسلسل الكلام ده منطقي جدا. انت عندك شخصية بتحاول تبقى احسن، بس شخصية اتربت في نطاق سايكو، وانت شايفه دلوقتي هو سام ازاي، بس متعاطف مع ان هو عايز يبقى احسن. نيجي للحلقات. مبدئيا من اول الحلقة الاولى انت بتشوف فلاش باك، يعني الحلقة بتبدأ بفلاش باك لمايكي، ودي من احسن الحلقات اللي بتحصل، الحلقات اللي بيظهر فيها مايكي جون برينسل. العلاقة ما بينه وما بين كارمي علاقة الأخوة دي، الأخ الكبير بالأخ الصغير، الأخ الكبير اللي انتحر والأخ الكبير اللي كان شايف الأخ الصغير هو الموهبة اللي جاية وهو الأمل فيه. الأخ الصغير دلوقتي بقى محطم وفي طريقه لأن هو ينتحر ويحصل الأخ الكبير. مشاهد ما بينهم جميلة جدا، انت بتشوف الاتنين حقيقي كانوا مبسوطين مع بعض، الاتنين حقيقي كانوا بيكملوا بعض بشكل او باخر. عشان كده الذنب اللي حاسس بيه كارمي ذنب منطقي 100%. انت كارمي انسحب من العيلة دي عشان العيلة دي كانت بتستنزف طاقته، ولكن ساب مايك هناك، فمايك ما قدرش يستحمل، فمنطقي جدا الاحساس بالذنب اللي هو حاسس بيه. وعلى صعيد اخر بتيجي الحلقة التانية بقى اللي بتأسس اول خطوة في خطوات الرعب. الحلقة الاولى اللي اخته بتدس فيه فكرة ان هو ممكن ما يكونش بيحب المطبخ، وان هو ممكن ما يكونش بيحب الطبخ. كان بيحبه صحيح بس الاحوال بتتغير، وممكن يكون دلوقتي هو مش سعيد عشان هو ما بيحبش الطبخ. You found something that you love, and it's completely 100% okay if you don't love it anymore.
هو الحقيقي مش سعيد عشان في حاجات كتير جدا في ماضيه محتاج يتصالح معاها، وفي كوارث حصلت في ماضيه وكوارث بتحصل في المستقبل. العيلة اللي هو متحوط بيها سامة 100%، وهو بقى سام 100%. الصراحة ما اقدرش اقول حاجة يعني. بعد كده بتيجي الحلقة الثالثة، وهي من اكتر الحلقات اللي فيها تضارب مشاعر مش ممكن تلاقيه في حاجة زي كده. الحلقة الثالثة انت بتلاقي كل حاجة ماشية صح. ريتشي بدأ يحقق في مجاله، بدأ يخلي الناس اللي في المطعم مبسوطة فعلا، بدأ يستقبل الناس بأسلوب حلو. عندك كارمي حاول يصلح مع ناس كان عامل معاهم مشاكل، كارمي بيحاول يتحسن، كارمي بيحاول يعتذر. عندك حاجات كتير قوي بتتحسن، وده في زبير مؤشر غير مبشر، لان بعدها بتحصل كارثة. في الحلقة الثالثة تحديدا في نقاش في الاخر كده، انا مش عارف النقاش ده اتكتب ازاي. النقاش تحس بيه جدا، النقاش منطقي ولكن مش منطقي. كل الشخصيات اللي في زبير احنا اتفقنا ان هي مش سوية، فكلامها ممكن يكون مش منطقي، ولكن النقاشات في زبير تحس بيها جدا، النقاشات حقيقية 100%. انا عايز اعرف الكلام ده بيتكتب ازاي، يعني ازاي تكتب كلام على ورق ممكن يكون مش منطقي، ان اتنين بيناقشوا بعض، واحد يقول لده كده فده يرد على حاجة تانية خالص. كلام على الورق مش منطقي، ولكن الكلام لما بيطلع من بق الشخصيات دي الكلام منطقي جدا يا جدعان. الكلام تحسه 100%. انا مفيش جملة بتتقال في نقاش محتدم في المسلسل ده غير وعبقرية، غير وتأثر فيه، غير وتحسها. المسلسل مميز 100% بالنسبة لي في الحوارات، يعني اللي كاتب الكلام ده راجل دماغه متكلفة يعني. في الحلقة السابعة انت بتشوف حلقة الويدنج. الحلقة دي من اكتر الحلقات الممتعة ومن اكتر الحلقات اللي فيها مشاعر حلوة جدا. بنت ريتشي دي لذيذة قوي وكيوت يخرب بيك كده، يعني البنت بتمثل وبتهزر وايه ده. الحلقة حقيقي حلوة، الحلقة فيها مشاهد كتير مميزة، وهم كلهم قاعدين تحت الترابيزة. كادر عبقري، كادر انت مقعد حوالي 10-15 شخص تحت ترابيزة، كادر جميل فشخ. نيجي للحلقة التاسعة اللي قبل الأخيرة، وهي حلقة التصادم ما بين كارمي وأمه، ودي حلقة عبقرية بكل المقاييس. I didn't know how to help him. I didn't know how to help him. Carmen, I didn't know what to do. I probably made it worse. I know I did. I know I made it worse. Just, Carmen, my heart's broken. My heart's just broken. لأن كارمي هو مش قادر يتسامح مع اللي حصل من ناحية أمه، لأن خد في بالك في حركة يعني خبيثة جدا حصلت في المسلسل ده، ان ام كارمي هي مش مختلة عقليا، هي مختلة نفسيا، فانت ما تقدرش تتعاطف معاها 100%، وما تقدرش ترمي طوبتها 100%، لان هي مش مختلة عقليا، انت لاقيها مختلة نفسيا ممكن تتصلح، وهي بتحاول تتحسن ومعترفة بغلطها. ولكن انت شايف على نفس الطريق ماشي عليه كارمي، يعني كارمي في طريقه ان هو يبقى امه، وهي بكل المقاييس معترفة ان هي السبب في موت مايكي، وان هي السبب في ان هم بقوا مختلين وكل الكلام ده. فاللي هو انت مش عارف تشتمها ولا تتعاطف معاها ولا تعمل ايه. فالموضوع فيه تضارب مشاعر غريب، يعني الشخصية دي شخصية سلبية وسيئة 100%، ولكن انت بتشوف اعترافها بذنبها، وبتشوف كارمي وهو عارف ان الموضوع مش بايديها بشكل او باخر، ولكن مش عارف يتصالح مع اللي حصل. وبتشوف اعترافها بموت مايكي وان هو كان سببها هي في الاساس. انا مش عارف اقول لك ايه. وبعدين هي موتره جدا برضو، يعني هي اما بتظهر والله الست دي اما بتظهر على الشاشه انا بخاف، اللي هو في مشهد دلوقتي هيحصل مش مريح نفسيا اطلاقا. فانت بتشوف كارمي بيتعامل معاها ازاي وهو مش عارف يتصالح 100% مع اللي حصل، ومش عارف يقول لها لا. مشهد عبقري. وبعد كده بنيجي للحلقه الاخيره والتصادم العبقري بتاع ريتشي وكارمي. ريتشي من اكتر الشخصيات العبقريه في المسلسل ده، وبتشوف ان هو بشكل او باخر انعكاس لمايكي. الاتنين مع بعض ريتشي وكارمي اما بيبقوا موجودين في مشهد واحد المشاهد بتبقى عبقريه. انا كانت مشكلتي الاساسيه في الجزء الثالث ان ريتشي وكارمي متخانقين ومش راضيين يتكلموا مع بعض بشكل مباشر. احنا دلوقتي عندنا حلقه كامله يعتبر الاتنين دول بيتناقشوا بس. You got to spend time with him. And you knew him, you know? You knew him. Yeah, but it's not the same. He fucking loved you.
And they love you. You know that, right? I know. الحلقة عبقرية، التصادم ما بينهم جميل، الفكرة بتاعت ان كل شخصية عكس التانية ولكن الاتنين فاهمين بعض والاتنين باصين لبعض بشكل او باخر على ان هما شخصية احسن وعلى ان هما بيغيروا من بعض وعلى ان مايكي كان بيحب ده اكتر لا كان بيحب ده اكتر. الموضوع ده عبقري بكل المقاييس. وهنا نيجي لشخصية اخيرة وهي كلير بير. شخصية كلير بير من الشخصيات المثالية، يعني الشخصية دي لو طلعت في عقل كارمي بس انا يعني مش ممكن استغرب الموضوع ده. ليه؟ لان هي شخصية مثالية بكل الابعاد. هي الست المثالية، الست اللي بيتغلط فيها وبتسامح، الست اللي حلوة جدا، الست اللي دمها خفيف، الست اللي فاهمة الشخص اللي معاها جدا. شخصية عبقرية هي فانتازي يعني، فلو طلعت ده في عقل كارمي بس انا مش هستغرب حاجة زي كده. فانا بحب كلير بير قوي يا جماعة، وحاجة الله ينور والله. هنا عايز اشكر بس في الاداءات التمثيليه تحديدا ريتشي وكارمي عشان هما الاثنين عبقريين في الجزء ده. ريتشي كان عنده حركه عصبيه كده بيعملها في الجزء ده تحديدا، حركه عبقريه لايقه عليه جدا ولايقه على البدله الغريبه اللي بقى بيلبسها دي شخصيات. وكارمي اداؤه التمثيل طبعا زي الاجزاء اللي فاتت اداء عبقري. وجون برينسل طبعا. وهنا نيجي للسلبيات، الا وهي سلبيه وحيده ان هو الاجزاء ما بتسلمش بعض. احنا عايزين نهايه لقصه وبعد كده نفتح قصه تانية زي ما الجزء الاول كان نهايه القصه. احنا محتاجين نهايه لكل موسم، احنا كل موسم بيسلم اخوه كده مفيش نهايه. هو الجزء الاول بس اللي كان ليه نهايه مباشره، وبعد كده الجزء الثاني بيسلم الجزء الثالث بيسلم الجزء الرابع. انا هضمن ان انا اعيش اللي جاي ازاي؟ طيب مش اسلوب. تعالوا نروح لسكويد جيم. طيب سكويد جيم لو انت حبيت الجزء الاول والتاني فمنطقي جدا انك انت هتحب الجزء الثالث وهيعجبك جدا. الجزء الثالث زي الجزء الثاني بالنسبه لي الاثنين احسن من الجزء الاول، لان احنا ابتدينا نبني لشخصيه واحده على الاقل او شخصيتين تاريخ. انا كانت مشكلتي الاساسيه في الجزء الاول ان الشخصيات مفيش شخصيه تتعاطف معاها، وده في الجزء الثاني وفي الجزء الثالث. بس على الاقل في الجزء الثاني والثالث بقى عندنا شخصيتين ثلاثه تتعاطف معاهم. والفكرة الأساسية بتاعت الألعاب بالنسبة لواحد بيحب كاجي، الألعاب عمرها ما كانت مختلفة وعمرها ما كانت مثيرة للاهتمام بالنسبة لي في سكويد جيم. فالأمر الوحيد المتبقي هو الشخصيات، والشخصيات عمره ما سكويد جيم كان بيبنيها لك حتى لحد دلوقتي بني صحيح. هو بيبني لك الشخصية دي صفة واحدة، يعني الشخصية دي مثلا الطمع، الشخصية دي الغرور، الشخصية دي الطيبة، وهم على طول المستوى بكل ظهورهم ظاهرين بشخصية واحدة وبصفة واحدة. عمر ما ده هيخليك تتعاطف مع شخصية لو ماتت، عمر ما ده هيخليك تتأثر مع شخصية. شخصيات زي شخصيات سكويد جيم شخصيات بتموت باستمرار، انت عندك في كل حلقة على الأقل بيموت 5-6 أشخاص. ازاي ما تتعاطفش مع ولا واحد فيهم؟ او ازاي تتعاطف مع 3 في المسلسل كله؟ عشان ولا شخصية مبنية ولا شخصية بيحصل لها بناء درامي كويس. في الجزء ده على الأقل عندك 3 شخصيات مثيرين للاهتمام، ألا وهو البطل والشرير. الاتنين ظهر شوية من ماضيهم، الاتنين عندنا ماضي معاهم. البطل عندك الجزء الأول والجزء الثاني فبقاله معاك كتير، شفت منه طبقات وشفت منه شخصيات كتير. الشرير على صعيد آخر المرة دي في الجزء اللي فات ظهر مع البطل، شفت منه أما كان طيب، شفت منه حاجات مختلفة كتير، فحصل بناء للشخصية. وأخيرا أم الواد، لان وابنها ومش عارف ايه وكل الكلام ده بيخليك تتعاطف بشكل او باخر. بعيدا عن كده هل في اي حاجة تانية مثيرة للاهتمام؟ الحقيقة حاجة واحدة، وهي الضيوف المرة دي وهم بيشجعوا. الضيوف المرة دي وهم بيشجعوا اضفوا شوية مرح وشوية اهتمام للاحداث، لان بعيدا عن كده انت بقيت مستني نهاية اللعبة تخلص ومستني الشخصيات تموت، مهما كان اللي هيحصل انت مش هتتفاجئ، انت متوقع ان الشخصيات تموت فيلا بينا. ولكن تشجيع الضيوف واحساسك ان في حد بيراهن ومش عارف ايه والصخب اللي بيعملوه كل الكلام ده خلى فيه شوية مشاعر وخلى الالعاب رايحة جاية. هو ده المختلف في الجزء ده عن الاجزاء اللي فاتت. اي حاجة تانية زي الاجزاء اللي فاتت مفيش حاجة مبهرة على سكيل تكنيكاليتيز. التكنيكاليتيز مبهرة وكل الكلام ده، ولكن التكنيكاليتيز عمرها ما هتبني قصة، عمر ما القصة هتبقى مثيرة للاهتمام. عندك حلب للسنين الجاية، سكويد جيم 87 وسكويد جيم الامريكاني وسكويد جيم الهندي وكل الكلام ده هنفضل نحلب فيه لحد ما نموت، وعمر ما هيبقى فيه حاجة مختلفة. ممكن الاجنبي لو
بنى شويه خلفيات للشخصيات او ناقشوا من كاجي صح، ممكن المسلسل يبقى مثير للاهتمام. الحقيقه انا سكويد جيم عمره ما كان بالهايب اللي الناس واخداه بالنسبه لي، زبير بالنسبه لي احسن بكتير، وعمره ما كان بالهايب اللي الناس شايفاه لان ما حدش شايفه اصلا. فندي شويه اهتمام لزبير، ومش لازم ننزله في نفس اليوم بتاع سكويد جيم يعني ما حدش شافه. بس كده، لو عجبك الكلام ما تنساش تدوس لايك، اكتب لنا رايك في المسلسلين ومين بالنسبه لك المسلسل الاحسن، اشترك في القناه وشغل زر التنبيهات عشان يجي لك كل جديد، وفر في الفيديوهات القديمه يمكن حاجه تعجبك. سلام.